هل سمعت يوما أن هناك مخلوقات تعيش معك في نفس البيت دون أن تراها؟ أشخاص استيقظوا فجأة وهم يمشون أثناء النوم بعد أن ناداهم صوت غريب. ما الخبث والخبائث؟ وما هو الجاثوم والغيلان؟ ومن هو أبو مغوية؟ فهل هي حقيقة أم مجرد أساطير؟ في هذا الفيديو سندخل أعمق عالم مخيف في التراث العربي والإسلام، حيث تختلط الحقيقة بالأسطورة والروايات الشعبية بالخطر الحقيقي. قبل ما نروح للفاصل ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه جديد، ويلا بينا نكمل. من هم الخبث والخبائث؟ الخبث تعني ذكور الشياطين من الجن، بينما الخبائث تعني إناثهم. ويعتبر الحمام مكان تواجدهم لنجاسته وقلة تواجد أحد فيه، مما يجعله مكان عيش للجن الكافر. وإذا دخلت إلى الحمام بدون الاستعاذة بالله منهم تكون عرضة لأذيتهم. ويعتبر الحمام من أكثر الأماكن التي تحصل فيها حالات المس العاشق. الخناس ما هو؟ كلمة الخناس أي الهروب بسرعة، وهو طبع في الشيطان عندما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى يهرب، لأن الشيطان لا يفارقك إلا عند ذكر الله والاستعاذة بالله منه. يخنس أي يختبئ صاغرا ذليلا. من سمية ومن هريرة؟ يقول الشاعر الأعشى إنه عندما كان في طريقه إلى اليمن ليصل إلى قيس بن يكرب أظلم عليه الليل وأمطرت السماء مطرا غزيرا، فأراد مكانا يلوذ به من المطر، فرأى من بعيد خباء وهو بيت من شعر أو خيمة من بيوت الأعراب. وحينما وصل إليها وجد عندها شيخا كبيرا مشوه الخلقة، فأدخله الشيخ إلى الخيمة وسأله إلى أين يقصد، فقال له: أنا الأعشى ميمون بن قيس، وأقصد اليمن إلى قيس بن يكرب. أأنت الذي مدحته بقصيدة؟ فأجابه الأعشى: نعم. فسأله الشيخ: هل تريد أن تنشدنيها؟ فأنشد له الأعشى: رحلت سمية غدوة أجمالها، غضب عليك فما تقول بدا لها. ثم طلب منه الشيخ قصيدة أخرى، فقال له الأعشى القصيدة الشهيرة: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. هنا استوقفه الشيخ الكبير وسأله: من سمية ومن هريرة؟ فقال الأعشى: إنه لا يعلم، وإنما هي أسماء انطلقت في روعه فقالها. فعاد الشيخ يسأله: هل تعلم من تكون سمية وهريرة؟ فرد الأعشى بالنفي. فنادى الشيخ بصوت غريب: أخرجي يا سمية ويا هريرة. فخرجتا، فكانتا فتاتين طولهما لا يتعدى 5 أشبار. فارتعد الأعشى خوفا وسأله: من أنت؟ فرد الشيخ قائلا: أنا هاجسك من الجن وملقي الشعر على لسانك، أنا مسحل بن آثافة، وهؤلاء بناتي هريرة وسمية. من هو الطبار؟ هو جن من الغيلان، وكان ما يميزه عن باقي الجن هو السرعة الخارقة. ويزعم أنه من أحفاد الجني الذي أراد إحضار عرش بلقيس، واشتهر بهذا الاسم نسبة إلى الطبر، فمخلبه يشبه هذه الآلة الحادة، وعندما يقترب من أحد ما يسبب له بعض العلامات على جسمه من خدوش وجروح سطحية، وعادة لا يشعر بها حتى يتفاجأ بانتشارها في جسمه. ما هو الجاثوم؟ يحدث عندما يكون الشخص نائما، فيقوم أحد الجن الذين يسكنون البيت بالجثوم على صدره. عندها يحاول الشخص الصراخ للتخلص من هذه الحالة، لكنه في الحقيقة يصرخ بلا صوت، لأن الجن يضع يده على فم الشخص فلا يخرج منه الصوت. ويقال إن الجن يفعل ذلك ليستمتع بحالة الهلع أطول مدة ممكنة. ماذا تعرف عن أبو المغوي؟ هو كائن شديد السواد، وغالبا ما يرى في هيئة رجل يركب قارب صيد صغير، وعادة ما يتواجد في الأماكن النائية في البحر حتى يشاهد قارب صيد بمفرده، فيبدأ في حيلته الخبيثة، وهي التواصل مع قرين البحارة
لمعرفة سبب خروجهم إلى البحر، إما أن يكون لصيد الأسماك أو لجمع اللؤلؤ، وبعدها يبدأ يصرخ ويقول: وجدت الكثير من اللؤلؤ، يوجد عندي الكثير من اللؤلؤ، ويستمر في إغواء البحارة حتى يصابوا بالطمع، فيتبعونه حتى يتوهوا في عرض البحر. وقد قال بعض الناجين من هذا الكائن إنهم رأوا أشياء جعلتهم لا يدخلون البحر مرة أخرى. هل تمشي أثناء النوم بعدما سمعت صوت؟ تعرفوا على السبب. اتبعني، إنهم ينتظرونك في الخارج، هيا لا تتأخر. الهدف من كل هذا قد يكون مجرد تسلية، حيث يستمتعون برؤيتك تستيقظ في مكان نائٍ وبعيد وتدخل في حالة من الفزع والخوف. ما هي أكثر الأماكن التي ينام فيها الجن؟ السرير الذي لا ينام عليه أحد لمدة طويلة، والفراش المبسوط، فإن هذا الفراش سيستقله الشيطان ويسكنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل، وفراش لأهله، والثالث للضيف، والرابع للشيطان. ولذلك يجب تنفيض السرير ورش ماء مقروء عليه قرآن كل يومين أو 3. ما هي الغيلان؟ هي جنس من الجن والشياطين، وتكثر في الأماكن النائية والأماكن التي يكثر فيها الموت بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، وجاءت تسميتها لأنها تتغول، أي تتشكل بأشكال مخيفة وأصوات تجذب الناس، مثل صوت مجموعة من الأشخاص يتحدثون أو صوت طفل يضحك في مكان ليس فيه أحد. ماذا تعرف عن نباش القبور؟ مخلوق أسطوري بشع الشكل كريه الرائحة، يمشي على 4 ويحفر القبور الجديدة التي لا تتعدى 3 أيام، وينسب إلى الجن لأنه يأكل العظام، والعظام هي أكل الجن، ويقولون إنه حيوان، وهو نتيجة تزاوج الذئاب مع نوع شرس من الكلاب، والذي يرجح أنه من الجن لأن وجهه قريب من وجه الإنسان. ماذا يحدث لقرينك يوم القيامة؟ عندما يخرج الناس من قبورهم يخرج كل واحد ومعه قرينه من الجن، وعندما يرى الإنسان ذنوبه ويدرك أنها ستجعله من أهل النار، يبدأ الخصام والتبرؤ من جميع الذنوب ويلقي بها على قرينه من الجن، فيقول القرين كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن: أعرف أنك مصاب بسحر التبخير. يعتبر سحر التبخير من أشد أنواع السحر وأخبثها، ومن أهم أعراضه هو أن يشتم المسحور روائح غريبة في الليل، وهذا السحر يلجأ إليه السحرة عندما لا يستطيعون أن يأخذوا من المسحور شيئا من أثره ليصنعوا منه السحر. طريقة معرفة سحر التبخير هو أن يقرأ المصاب بالسحر من قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وبعد أن يكرر الآية ستظهر علامات التشنج على المصاب، لأن خادم سحر التبخير لن يستطيع أن يتحمل الآية، وإذا كررها المصاب عدة مرات يخرج خادم السحر من جسد المسحور من شدة عذابه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك المحتوى ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.